استلمت بيان النجاح؟ تمام كده. بس لحظة، قبل ما تبدأ تكتب رغباتك لازم تركز معايا للآخر، عشان ما تجيش بعدين تقول أنا نسيت خطوة، أنا غلطت في الترتيب. حلقة النهاردة هتنقذك. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. تسجيل الرغبات سهل جدا. هسيب لك رابط موقع التنسيق في وصف الفيديو. أول ما تضغط عليه هتدخل على بوابة مصر الرقمية ومنها لموقع التنسيق. الموقع سهل جدا واحترافي. دلوقتي الموقع هيعرض خدمات تنسيق الثانوية العامة. الكلمة المكتوبة بالأحمر اختبارات القدرات هتختفي وهيظهر مكانها الآن تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2025. قبل ما تبدأ لازم يكون معاك شهادة النجاح، لأنك هتدخل برقم الجلوس والرقم السري الموجود في آخر الاستمارة. بعد إدخالهم هتظهر بياناتك كاملة. تأكد إنها كلها صحيحة. اتأكد من اسمك، مدرستك، درجاتك، رقمك القومي وكل معلومة. لو كله تمام دوس التالي. دلوقتي هتدخل على صفحة الرغبات. هتلاقي 75 خانة تقدر تملاهم. مثلا لو عايز تدخل طب هتلاقي الكليات حسب موقعك الجغرافي. ما ينفعش تختار كلية في محافظة بعيدة عنك. عايز تغير الترتيب دوس السهم. عايز تلغي رغبة دوس اكس. بأمنياتك طب، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي، خد منهم 65 رغبة الأولى. لكن أهم حاجة آخر 10 رغبات لازم تكون عقلانية. مثلا تمريض، علوم، تجارة خارجية، نظم معلومات. دول كليات محترمة وهتضمن لك مكان. ركز، ما تتوترش، وما تنساش انت مش هتستنفد رغباتك أبدا لو فكرت صح وسمعت للنصايح. أكبر غلطة إنك تكتب رغبات أعلى من مجموعك. جايب 90% وتكتب طب وأسنان بس؟ لأ، كده تضيع 75 رغبة وممكن يجيلك استنفاد رغبات وترجع تعيد التنسيق. ما تبصش إن الكلية بعيدة، قدم عليها، بعدين تحول في تقليل الاغتراب، ومعظم التحويلات بتتقبل عادي. انتبه للغة الكلية والتخصص. لو هتقدم على تجارة إنجليزي أو آداب إنجليزي لازم تكون جايب فوق 85% في الإنجليزي. أقل من كده مش هتدخل التخصص حتى لو دخلت الكلية. هتحتاج إيه قبل التسجيل؟ هتحتاج رقم الجلوس والرقم السري من شهادة النجاح. صورها كذا نسخة، هتحتاجها في التقديم للجامعات أو الكليات العسكرية. يعني إيه كلية انتساب؟ في كليات فيها نظام اسمه انتساب زي حقوق وتجارة. الفرق بتدخل بمجموع أقل لكن بمصاريف أكتر، ومفيش حضور يومي، ولو تفوقت ممكن تتحول لانتظام. كليات الإنجليزي، بعض الكليات زي تجارة إنجليش أو حقوق إنجليش ليها تنسيق خاص أو امتحان قبول. لازم تتابع كويس علشان تقدم في الوقت الصح. وقت التسجيل مهم جدا. أول ما التنسيق يفتح عندك ساعة واحدة بس تكتب فيها رغبات. أقدم دلوقتي ولا أستنى نتيجة التظلم؟ قدم في المرحلة بتاعتك عادي. لو التظلم جاب لك درجات هتعدل، ما جابش تفضل في الكلية اللي اتقبلت فيها. ما تأجلش وما تستناش. حضر رغباتك من دلوقتي. خطوات التسجيل على الموقع. هتدخل الرقم القومي والرقم السري وتراجع بياناتك وتبدأ تكتب الرغبات. تأكد من كل حاجة قبل ما تضغط تسجيل. بعد التسجيل، بعد ما تخلص اطبع استمارة الرغبات واحتفظ بيها. هي دي إثباتك إنك سجلت. بعدها بيومين 3 هينزل لك بطاقة الترشيح ومبروك. أهم نصيحة: اسأل كتير واقرأ أكتر قبل ما تسجل. شارك الفيديو مع أصحابك عشان الكل يستفيد، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الدال على الخير كفاعله. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.